هي القصة اللي موجودة باستمرار وراء أكثر من 50% من الفتنة الطائفية في مصر. وبعدين صندوق أسود زي أي طيارة وقعت بلاقي الصندوق الأسود اللي فيه الأسرار، وكل مرة ما بنعرفش نجيب بالظبط إيه اللي حصل داخل الصندوق الأسود. بتلاقي كلام فارغ، مشادات، شائعات عبيطة، موضوع حقيقي لكن لا يستحق، وبعدين بقى تلاقي المنطقة المظلمة الصندوق الأسود، وبعدين بقى تلاقي الحرايق والكوارث والموت والدمار، لأن اللي ماتوا 12 ده رقم مش قليل أبدا، واللي عندهم إصابات فوق 200، ودلوقتي اشتباكات متجددة، والله أعلم إحنا ماشيين إلى أين في هذا الطريق المؤسف. علشان نستوعب أكتر حجم الكارثة اللي لا قدر الله ممكن نكون فيها لو لم ننتبه لما يحدث في مصر، لازم نعرف إن في اتجاه عالمي لتقسيم الدول، وهذا الاتجاه العالمي موجود في أماكن مختلفة، وأحيانا بيقولوا بلقنة الدول، يعني نسبة إلى منطقة البلقان. منطقة البلقان اللي فيها دولة يوغوسلافيا. فاكرين حضراتكم يوغوسلافيا اللي كانت صديقة مصر أيام عدم الانحياز، اللي كان رئيسها تيتو، مش أحمد السقا وإنما تيتو، جوزيف تيتو، زعيم الاتحاد اليوغوسلافي، صديق الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الهندي نهرو. يوغوسلافيا دي اتفشفشت مؤخرا في السنوات الأخيرة وبقت 6 دول، وفي دول من يوغوسلافيا السابقة قد كده أصغر من بسيون. تلاقي دولة كوسوفو، طبعا دولة مسلمة واحنا بندعم استقلالها، إنما قد كده. وتلاقي دولة تانية زي الجبل الأسود سكانها 600 ألف واحد، أقل من شارع شبرا لغاية الدوران، ومع كده دولة مستقلة. ودلوقتي دولة البوسنة والهرسك، لو حضراتكم فاكرين، دي اللي كان فيها مذابح ومجازر ضد المسلمين في البوسنة، بعد اتفاق ديتون سنة 95 بقت دولة مستقلة اسمها دولة البوسنة والهرسك. دي عبارة عن 3 تجمعات: المسلمين، الكروات، الصرب. دلوقتي كمان في احتمال للانقسام من جديد، ونلاقي دولة صرب البوسنة دولة مستقلة، ونلاقي بعد كده الكروات والمسلمين في دولة أخرى. يعني في عملية تفتيت بتجري في أماكن كتيرة اللي بيسموها البلقنة، يعني تفتيت وتكسير الدول. هذا الاتجاه موجود بقوة في العالم العربي تحت ضغوط الغرب، أمريكا وإسرائيل. قلنا قبل كده على السودان اللي كانت جزء من الدولة المصرية السودانية، وبعدين بقت دولة مستقلة، وبعدين حاليا بقت دولتين، ومقبلة على 4 أو 5 دول إذا استمرت الأمور في السودان كما هي. ليبيا في طريقها لدولتين أو 3 إذا استمر القذافي في التوك توك واستمر الثوار غير قادرين على قتل القذافي أو تدمير قواته. أيضا اليمن قد ننام ونصحو ونجد اليمن وقد أصبح يمنين، 3 يمنات، 4 يمنات أو 5 دول في اليمن. في عملية تفتيت في العالم العربي. المستشرق والفيلسوف الاستعماري برنارد لويس كتب قريب بيقول: الدولة القومية زي ما عرفناها بعد نابليون بونابرت، بيسموها الدولة النابليونية، دي انتهت. احنا عايزين بقى كل ناس مختلفين يبقوا لوحدهم. فلو في دولة فيها مسيحيين يبقوا لوحدهم في دولة، فيها سنة لوحدهم في دولة، فيها شيعة لوحدهم في دولة، فيها دروز لوحدهم في دولة. ده حتى دولة زي لبنان، ولبنان بلد صغير جدا، أطول مسافة في لبنان من الشمال للجنوب قد من القاهرة لإسكندرية، وعرض لبنان صغير جدا. يعني لبنان لا يحتمل الانقسام. هتقسم أكتر من كده إيه؟ تيجي مثلا عند الريست هاوس تعمل دولة تانية؟ في اقتراحات لتقسيم لبنان نفسها، الموارنة لوحدهم، والسنة لوحدهم، والشيعة لوحدهم، والدروز لوحدهم. هتلاقي بعض الدول قد عدد الموظفين الرسميين في مسبيرو مبنى الإذاعة والتلفزيون. عملية البلقنة والتفتيت ديت مصر مش بعيدة عنها طبقا للأهداف، إنما إن شاء الله ربنا يحميها وتبقى بعيدة عنها في المستقبل بإذن الله. ففي رغبة
في تكسير وتفتيت الدولة المصرية. ودلوقتي في هجمة علينا هي أسوأ هجمة في تاريخنا الحديث والمعاصر. من وقت محمد علي إلى الآن أسوأ وقت تواجه فيه الدولة المصرية تحديات هو هذا العام 2011. كل يوم عندنا شوية كوارث في اتجاه هدم الدولة المصرية. من يومين 3 شفنا اللي حصل في شارع عبد العزيز، وبعديها بساعات شفنا اقتحام 3 أقسام في القاهرة والجيزة في وقت واحد. والنهاردة الصبح كان اقتحام قسم شبرا، والنهاردة الصبح كان اقتحام محكمة في سيناء، والنهاردة الصبح جهاز الأمن الجديد اللي هو قطاع الأمن الوطني ضبط محاولتين، واحدة في مطار الغردقة والتانية في مطار القاهرة، لتهريب أسلحة وذخيرة وإرهابيين. فمصر بقت مكشوفة، ومصر عرضة لكارثة أمنية قادمة ما لم ننتبه. عشان للمرة المليون نعرف حجم الشيء المؤسف الذي نواجهه، اللي هو أخطر ما واجه الدولة المصرية منذ محمد علي، أخطر من 5 يونيو 67. احنا قلنا قبل كده إذا مصر بهذا الشكل، عندنا دلوقتي في الأوضاع الداخلية، أدينا قلنا هنا في سينا أدي محكمة كل يوم في سينا، يا اسم شرطة اتضرب، يا محكمة انضربت، يا إما أتوبيس معدي اتضرب، يا ناس اتخطفوا. كل يوم عندنا مصيبة شكل في سيناء. أدي مطار القاهرة، النهاردة إرهابيين داخلين، الأمن مسكهم، وممكن يكون قبل كده ناس دخلوا واحنا ما مسكناهمش، بس النهارده احنا ألقينا القبض على إرهابيين داخلين مطار القاهرة. مطار الغردقة هنا إرهابيين داخلين بأسلحة وذخيرة. المنطقة دي إسرائيل بتلعب فيها اللي هي سينا، ومبهدلانا فيها بهدلة كبيرة، لازم نعترف، بهدلة مش طبيعية ما نتعرض له في سيناء. ده كأن سيناء محتلة، ملناش سلطة حقيقية على ما يحدث هناك نتيجة الضربة ورا الضربة. تروح الاسم ده تلاقي الاسم ده، تمسك الاسم ده تلاقي ده ولع، تروح تطفي ده تلاقي الاسم ده اقتحم، تخلص ده تلاقي عصابات مخدرات خطفت ناس هنا، تسيب دول تلاقي محكمة اتضربت، مدرسة. يعني مش عارفين نعمل ايه في مصيبة الوضع اللي إسرائيل عاملاه لنا في سيناء والمتخلفين والعملاء في الداخل. تيجي هنا بقى القذافي زنجة زنجة، احنا اللي بقينا زنجة زنجة. دلوقتي الخوف يبقى احنا زي باكستان، وتبقى دي أفغانستان، وتبقى مرسى مطروح بشاور المنطقة الحدودية مع ليبيا، لأن كل شوية بيجي السلاح من ليبيا، كل شوية بيجي لنا سلاح من ليبيا. هنلم ايه ولا ايه بقى؟ صناديق داخلة وذخائر داخلة، إما القذافي وإما تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى وإسرائيل. قال لك الجبهة دي فاضية ودي صحراء، اقرف بقى المصريين من هنا. لو استمر تهريب السلاح من ليبيا عندنا بهذا الشكل، ده معناها زي ما قلنا ده يبقى أشبه بأفغانستان، وهنا بباكستان، وهنلاقي اسكندرية في الضياع ومرسى مطروح في الضياع، ومصر كلها هيبقى ده كل التسريب اللي جاي لنا، كأن حركة طالبان بتحكم في هذا المكان. في الجنوب أيضا اتكلمنا قبل كده على 6 شاحنات اللي الجيش ضربهم وأسرهم، إنما الله أعلم ممكن تكون شاحنات عدت، شاحنات جاية في الطريق، إيه اللي بيجي لنا من هذا الطريق. فأنت عندك كوارث جاية من هنا، كوارث يعني مش واحد تافه معدي، عربية بيجوا 7 راكب معدية، كوارث بمعنى كميات ضخمة من السلاح داخلة من الجنوب، وكميات ضخمة من السلاح داخلة من الشمال الشرقي من إسرائيل، وكميات ضخمة من السلاح والذخيرة جاية من الغرب من ليبيا. طب نعمل إيه بقى؟ شوف الزنقة اللي احنا فيها بقى، احنا اللي زنجة زنجة دلوقتي، ادي كده وكده وكده، حلها لي بقى. كمان نلاقي بقى هنا الكلام بقى العبيط اللي نلاقيه كل شوية بقى، أين اختفى فلان وأين اختفت فلان، وكنا اشتغلنا مفتش كرومبو دلوقتي عشان نعرف ايه اللي بيحصل في البلد، وننتهي في النهاية لمصيبة في صول، ومصيبة في امبابة، ومصيبة في المقطم، ومصيبة في عمان عم رياض. ده احنا اصلا من غير مصايب عندنا 3 مصايب كبرى، ففي ناس جوه بيكملوا مع الناس اللي بره من غير نقاش. لو جبنا طفل عنده 3 سنين لسه كده تاتا تاتا، وقلنا له يا استاذ تاتا تاتا، في بلد عندها مصيبة جاية من هنا ومن هنا ومن هنا، يبقى أي سافل بيلعب هنا ده وطني؟ هيقول لك لا. أي سافل بيخرب هنا ده وطني؟ يقول لك لا. أي سافل تحت أي شعار
بيحاول يضرب الأمن الداخلي والوحدة الوطنية في الداخل، هل ده ممكن يكون بيشتغل لمصلحة الوطن؟ لا. طب لمن يعمل هذا السافل؟ لمن يعمل هذا العميل؟ بيعمل لمصلحة دول. أي حد بيبوظ هنا بيشتغل مع الثلاثة دول اللي بيديرهم هذا الاتجاه، نتنياهو وإسرائيل. كل مخرب عميل، وكل متفزلك عمال يخطب في رياء ونفاق، لا يعرف ما جاء في الكتاب ولا ما جاء في السنة، ويقول بلسانه ما لا يؤمن به فؤاده عشان خاطر يخرب هذا الوطن، علشان يأكل بآيات الله ثمنا قليلا. هذا المخرب هو عميل للموساد بحكم العمل، بحكم السلوك. ايه اللي ممكن نجنيه اكتر من كده؟ ليه اسرائيل ممكن تضايق نفسها؟ ما خلاص احنا ما نخلص على نفسنا. السلاح جاي من كل مكان، الاغبياء من كل مكان، المتخلفين من كل مكان، الكوارث في كل اتجاه. نقفل بقى البلد ونروح بعد كده، ونسيبها بقى للمتطرفين والمتخلفين والعملاء وغير المسؤولين والحرامية والفلول، عشان خاطر كلهم بقى يعملوا لنا كوكتيل كده رائع، يبقى لقاء السحاب بين التطرف وبين الفلول وبين العملاء. الثلاثة بقى الترويكا دي تحكم مصر لما نشوف هنوصل معاهم لفين. احنا في خطر، ما عندناش بديل إلا أن نكون الدولة التي تسقط لا تقوم، الدولة التي تهبط لا تصعد، الدولة التي تنهار لا تقوم لها قائمة. ورينا الصومال عملت إيه من وقت السقوط، ورينا الوضع الطائفي في العراق وصل لإيه منذ 10 سنوات، ورينا انهيار الدولة في أفغانستان تحت أي مسمى وتحت أي شعار وصل إلى أين. عنوان واحد للانهيار: الخراب الدائم. لا يغفر التاريخ لمن يفهم متأخرا، ولو هبطنا لن نصعد من جديد. حمى الله الوطن وحفظه من أعداء الداخل وأعداء الخارج. وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي.